السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على زر الاشتراك واللايك. رئيس الفيفا يزور ملعب طنجة تحت أنظار محللين ومعلقين جزائريين نشاهدوا ردة الفعل ديالهم اللي كتقول من بعض هاد ردود الفعل أن المغرب هرب علينا هرب. المغرب مشى وتباع لا عندك ما تباع. شاهد معايا الفيديو. أعطينا الملاعب داخل الملاعب خاصة شاهدوا الأرضيات، هذه أرضية ملعب طنجة. رسالتي لهم أن يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم وعلى هذه الملاعب العالمية. طبعا هذا هو ملعب طنجة الجميل والجميل جدا، أحد الملاعب العالمية التي نفتخر ونعتز بأنها متواجدة في بلد شقيق مثل المغرب. تعود لي حمزة البطاقة الحمراء لا تخص الملاعب. شوف الملاعب كم هي جميلة، خلينا نزيد نتمتعوا بهذه الملاعب وهذه الصور، هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن أو في الشرق الأوسط لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. هذا ملعب طنجة، حتى في أوروبا الشرقية ما كانش عندهم ملاعب. هذا هو جمالية هذا الملعب الرائع الذي أيضا تم ترميمه. شاهدونا رئيس الفيفا منبهر بملعب طنجة بالمغرب الشقيق، هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميلة التي يحويها المغرب الحبيب. السلام عليكم خويا امين، راني حاب نقول لك برافو على البرنامج تاعك اللي يفضح الحقيقه وما يخافش. والله غير راني نحكي بحرقه كبيره. شفت رئيس الفيفا انفانتينو كي جا الملعب طنجة جديد تهبل تعجب، قال هذا ملعب عالمي والمغاربه داروه في وقت قياسي. الملاعب عندهم تولي جواهر. المغرب خير منها هذوك باسكو لي جون طرافاي صح. الكافير 600 هذوك هابيتون. الناس تخدم رضوان، الناس يخدموا ماشي راقدين. قال احنا لازم نلحقوهم ونفوتوهم. صح. هاد الناس لي جون طرافاي حتى ولينا عيينا نشوفوا توجور لا ميم شوز. وحنا الشعب علاش هو سيبورتير علاش مقلقين؟ هم يشوفوا بريسك لي مان. صح. كاين 7 ولا 8 ولا مش عارف من 2019 وما يلعبوا قبل ولا قبل ماندي من 2015. ومن بعد نشوفوهم كانوا ملاح سي بيان، ومن بعد روندمون طق طق طق، ومن بعد هادو ما كاش الحبطه كاع، ما كاش البديل. يفو كي لي البديل. وقتاش نشوفوا هاد لي جوار اللي جابهم الدراري هادو باسكو هادوما كي يلعبوا نقولوا بروشان ماتش يلعب كالكوزان ونشوفوهم ويلعبوا مليح والجزائر تكاليفيا كوب دي موند. قلت لكم سي بور نو سي سافا اتر اون بريباراسيون لا كوب دي موند. 14 او 16 او 17 توجور لي ميم اللي يلعبوا. كنا نتكلموها من قبل. صح بلي ليكيب ناسيونال تكون مليحه يا ينوساتور اللي تقعد يا سيدي تلعب بصح في سيرتان بوست بدل وسي لي غارديان دو بيت لي زاريلاتور ميليو لعب باش ديكوفري الاخرين وتعطيهم كانا الوقت يلعبوا اي اون ميم طون تعطيهم لا كونفيونس باش كي يدخل يلعب في ليكيب ناسيونال او عارف غير يدخل او عارف واش يدير. حنايا من وقت مانيش عارف من زمان الزمان. صح. عارف مش من الزمان هنا وهنا. انت قلت لنا عليه انت قلت لنا عليه من 1914 من هنا وهنا. قعدوا دخلوا خرجوا ان شاء الله نشوفوا هاد لي جوار والجيري. حاجه الاولى يفو با كون احنا رانا نحلوا. المنتخب المغربي يسيطر على عرش الكرة العالمية في ترتيب الفيفا، يعني في موقع الفيفا هي الرائدة. لا يهمنا كثيرا هذا ترتيب الفيفا، لأني صراحة ولا مرة فهمت المعايير الدقيقة التي تعتمد عليها الفيفا من أجل وضع هذه التصنيفات. تنقيط لمباريات سواء كانت ودية أو رسمية، ولكن ترتيب أمين مهم، لأنه في أحيان كثيرة يتم الاعتماد عليه في ترتيب المجموعات، في وضعك على رأس مجموعة معينة. أعلم أنه مهم، لكن الأهم منه هو أن المنتخب الوطني الجزائري على أرض الواقع تحسن كثيرا، أداؤه تطور، نتائجه جيدة. متأهل لكأس إفريقيا 2025، يقترب إن شاء الله من التأهل لمونديال 2026. هذا هو ما يهمني في الوقت الحالي. أما هذا التصنيف فصراحة لا يهمني كثيرا. هل هذا الترتيب يعكس مستوى المنتخب حاليا؟ لا صراحة نستحق مرتبة أفضل، ولكن قلت لك بما أنهم يعتمدون على معايير وتنقيط لم أفهمه إلى غاية الآن، فهذا هو الحاضر. قلت لك لذلك ما يهمني أكثر هو نتائج المنتخب وتحسن المنتخب. هو أمين ليس التنقيط أو عملية أو كيفية ترتيب
التي تعتبر عملية مبهمة. هي عملية واضحة، يعني تفوز بمباراة عندك نقاط، لما تلعب مع منتخب عالمي يكون متقدم في الترتيب راح تاخذ نقاط كثيرة، يوم تتعادل تاخذ نقاط أقل، يوم تخسر أمام منتخب قوي تخسر بعض النقاط، يوم تخسر أمام منتخب ضعيف تخسر نقاط أخرى، وهذه الأشياء كلها مفصلة على موقع الفيفا. لكن هذه العملية في حد ذاتها هي التي تؤدي أحيانا إلى ترتيب غير منطقي. كنا نشاهد مثلا، لا شوف اليوم هذا الترتيب ونوليو شويه للوراء، يعني درنا قفزه نوعيه محمد. لما تشوف المقابلات اللي خسرناهم في كاس افريقيا مرتين، خرجنا في الدور الاول. نظن اليوم المقابلات اللي قدمهم المنتخب الوطني بقياده الناخب الوطني بيتكوفيتش تقريبا انهزام واحد، تعادلين، والباقيه كلها نعم. يعني فوز 9 انتصارات. نعم. نظن بلي هذا يعني يشجع الفريق واللاعبين. اما الترتيب تاع الفيفا هدايا دائما كما تفضلت انت قلت وشرحت عليه، لما تفوز على منتخبات عالميه كي عندك نقاط على منتخبات افريقيه ماهوش نفس التنقيط، نقول باللي ما عنده الاهميه ديالو هي لما يوضعوك في المجموعات. نعم. اما شيء اخر نظن باللي يعني حاجه عاديه. نعم. أمين، هذه النتائج الرائعة التي يحققها المنتخب الوطني منذ وصول بيتكوفيتش على رأس العارضة الفنية منذ تقريبا عام كامل دفعت المسؤولين